بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده يا حبايب قلبي، انا كنت قاعده كده وقاعده اقول هتطبخي ايه يا ام رحيم، هتعملي اكل ايه يا ام رحيم؟ فخطرت لي اكله كده كنا دايما بناكلها ايام زمان، او والدتي الله يرحمها كانت دايما بتعملها لنا واحنا صغيرين. آه على فكره يا جماعه، مهما الواحد ياكل وبتجيبي اكل اكلات من الاكلات الجديده وتجددي وتغيري، دايما في حنين كده للاكل بتاع زمان. انا مش عارفه انا لوحدي كده ولا كلكم معايا، عندكم برضو حنين كده للاكلات بتاعت زمان. بصراحه الاكلات بتاعت زمان كان ليها طعم كده و... كانت لها طعم مختلف عن الاكلات بتاعت دلوقتي. فالواحد بيدور على اي اكله تدور ترجعنا تاني لايام الطفوله زي ما بيقولوا. هنا طبعا جبت معايا بصلتين كبار وحطيتهم على النار يسخنوا لحد ما الريحه بتاعه البصل تطلع منهم. انا دايما زي ما انتم متعودين وانا عودتكم ان انا بعمل الخطوه دي علشان البصل ما يبقالوش ريحه. خلاص. هنا طبعا بعد ما البصل خد لون معايا نزلت حوالي كيلو طماطم يا جماعه، ده انا فرماه في الكب علشان ما يبقاش فيه ميه كتير ويتسبك معايا بسرعه. حطيت التوابل بتاعتي. دايما برضو ما تحاولي ما البصلة بتاعتك ما تغمقيهاش زيادة عن اللزوم، علشان البصل احنا عارفين ان الجو حر، وكل ما بتغمقي البصل او بتديله لون زيادة كل ما بيعمل الاكل بيبقى فيه حرقان كده، تاكل الاكل تحس ان نسبة الحموضة او الحرقان عالية شوية. ده بيبقى من البصل يا جماعة او التوم المتحمر زيادة عن اللزوم. فاحنا بنحاول نعمل مسبكات، بس ايه ما نسبكش زيادة عن اللزوم. بعد ما البصل احمرت وقلبنا الطماطم وحطينا التوابل واتسبكت معايا، دول حوالي واحدة بطاطس كده يا جماعة مقطعاها مكعبات صغيرة خالص. خلاص. البطاطس ايه ده يا ام رحيم، وانا انت هتعمل لنا بطاطس بطاطس في صلصة؟ لا، دي مش بطاطس في صلصة يا جماعة، اصبروا معايا للاخر. خلاص. انا هنا بقول لكم انا هديلها غلوه واحده بس. هنا طبعا كام فص توم كده هرستهم وهضيفهم معايا. طبعا انا كده تبلتها وحطيت لها التوم والبطاطس. برضو هجيب معايا كده قرنين فلفل. حابه تجيبي حراق حطي، عايزه تحطي فلفل بارد برضو حطي. انا هنا هحط الفلفل اللي ما عملتوش مع البصل. انا مش عايزه الفلفل بتاعي يبقى مهري او يتهرى زياده عن اللزوم، فانا هقطعه كده اي تقطيعه مكعبات وهضيفه كمان للصلصة بتاعتي. هنا الصلصة بتاعتي هغطي عليها بقى اول ما تغلي. انا مش زي ما قلت لكم مش هخليها تغلي كتير. انا كده خلاص خلصت المكونات بتاعتي كلها، انا هديلها غلوة واحدة بس يا جماعة. انا مش عايزة البطاطس بتاعتي تستوي لان البطاطس مكعبات صغيرة فمش عايزاها تستوي. هنا غسلت الرز بتاعي وهنزل بالرز على كل الكلام اللي انا عملته ده. الاكله دي بقى يا جماعه والله العظيم والله العظيم انا مش عايزه احلف كتير، بس بجد بجد وهم. طبعا لو عندك بقى عودين شبت خضره كده حطيهم كمان. انا ما كانش عندي فانا اكتفيت بالمقادير اللي انا حطيتها على النار بقى بعد ما ضفت الرز. وهنا بقى معايا شويه معايا كده البيض بتاعي. حطيت الميه على النار وحطيت شويه. ليه انا حطيت معلقه خل صغيره ومعلقه ملح صغيره، او ربع معلقه ملح صغيره، علشان البيض بتاعي لو البيض بتاعك لسه طازه ما بيفتحش معايا. او طبعا ما ننساش طبق البتنجان اللي بيفتح النفس مع الفلفل بقى. مين بقى هتقوم وتعمل الاكله ديت وتقول لي الاكله مثلا انا هعملها على طريقتك يا ام رحيم؟ جربوا الاكله دي يا جماعه على طريقتي، اتمنى ان هي تعجبكم. اهم تكه بقى اللي انا هاكد عليها تاني، الرز بتاعي اول ما يغلي يغلى على النار كده تقومي مهديه على النار علشان ما يتحرقش. خلاص. طبعا البتنجان معايا بقى زي ما قلت لكم انا مش مقطعاه تخين قوي فمش هيشرب معايا زيت وهيتحمر بسرعه. هنا الرز يا جماعه بتاعي اهم خطوه بقى في الرز ده احنا بنقول عليه رز احمر. خلاص. انا قلت بقى لسه هحمر بطاطس وكده لا. فانا حطيت البطاطس قطعتها. لو انت بقى مش حابه البطاطس تحط تضيفي له بطاطس، بس هو بقى خطير جدا بالبطاطس. جربي الطريقه ديت وعلى ضمانتي زي ما بقول لكم. هنا البتنجان معايا احمر والفلفل كمان. طبق البتنجان ده يفتح النفس يا جماعه. الدقه بتاعتي اللي انا بحطها معايا قرن فلفل احمر وقرن فلفل اخضر. ومعايا انا ما بحبش التوم الكتير على فكره في البتنجان والاكل فحطيت كام قرن فلفل كام فص توم كده.
وليمون بقى والتوابل، وفرمتهم او دقتهم كده في الهون، وحطيتهم. ومعايا واحدة طماطم صغيرة، انا بحط طماطم صغيرة للدقة علشان بتديلها تسكيرة كده، بتخلي الدقة دي او الخلطة دي مززة شوية. وانت بقى عايزة تاكلي الدقة دي ما تكتريش ملح زيادة عن اللزوم. هنا بقى قطعت واحدة طماطم كده برضو طرنشات، وعملت زينت بها الطبق كده، وخللتها كمان معايا. آه، يعني ايه، مع البتنجان حطيت لها الدقة بتاعت البتنجان. طبق بتنجان يا جماعة والله العظيم يفتح النفس لوحده. هنا البيض بتاعي كان اتسلق، وحطيته بقى على النار. على فكرة الرز ده يا جماعة بقى عشان تكسبيه، بصوا، يعني البطاطس عشان اديت لها غلوة واحدة، البطاطس متماسكة ومش مهرية في الأكل. الرز ده بالذات يا جماعة أول ما يبدأ يغلي معاكي، أو تحس إنه هيغلي قبل ما يتشرب كمان الصوص بتاعه، بتهدي عليه النار خالص علشان ما يتحرقش منك. هنا خلاص بعد ما سبته بقى على نار هادية خالص. الأكل بتاعنا ده فيديو النهاردة كان بسيط خالص.